السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن كيفية اختيار العملية المناسبة لكل مريض. الحقيقة هنا إن احنا نختار العملية المناسبة بيحدد مدى نجاح العملية. كل ما اخترنا العملية المناسبة لكل مريض كل ما كانت نسبة نجاح العملية أعلى، فلازم نختار العملية بناء على العادات الغذائية للمريض. يعني المريض اللي بياكل نشويات كتير ومحب للنشويات بنفضل له أكتر التكميل. المرضى اللي عندهم شراهة كبيرة للحلويات بنفضل إن احنا نعمل الساسي أو تحويل المسار. كمان المرضى اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء أو عندهم فتاء في الحجاب الحاجز بنفضل معاهم ان احنا نعمل عمليه زي عمليه تحويل المسار الكلاسيكي. كمان مرضى السكر من النوع الثاني بنفضل معاهم عمليه الساسي او عمليه تحويل المسار المصغر. وبالتالي ان احنا ناخد تاريخ مرضي مفصل وان احنا نعمل فحوصات شامله قبل العمليه، وان احنا نتناقش مع المريض عن اللايف ستايل بتاعه بعد العمليه، وهل هو هينتظم على الفيتامينز لفترات طويله ولا لا. مهم جدا عشان نحدد العمليه المناسبه، وطالما اخترنا العمليه المناسبه ان شاء الله هتكون نسب النجاح للعمليه عاليه جدا على المدى البعيد، وما يكونش فيه اي زياده للوزن بعد كده ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.